مدينة نيويورك واحدة من أهم وأكبر المدن في العالم، عاصمة التجارة والبزنس والحاجات اللطيفة الكتير. الناس كلها بتتكلم عليها في كل مكان، الناس بتحلم تزورها وبتجيها من كل حتة في العالم. بس لما بتروحها بتعجبها المباني الكبيرة بتاعتها وتمثال الحرية والمعالم الكتيرة والمتاحف اللي تهبل اللي فيها، وغير سنترال بارك والحاجات اللطيفة، وكمان المحلات العربي والمناطق العربي والتنوع الكبير الموجود فيها. لكن من أكتر الملاحظات الناس دايما بتلاحظها لما بتروحها، بتقول إزاي مدينة بالعراقة دي وبالأهمية ديت مش نظيفة، مليانة فران، فيها مشاكل، فيها جرائم، الناس فيها مش طايقة بعضيها، الشرطة فيها بتتعامل مع المخالفات المرورية بشكل أحيانا كتير بيكون صعب، وبتتعامل مع الناس في أوقات كتير بشكل بيكون فظ إلى حد كبير جدا. ليه كل دوت؟ طب ليه فيها الكثير من اللا منطقية؟ يعني انت لما تيجي تبص تلاقي ان هم بيحاولوا يحملوا الناس اللي هم متوسطي الدخل والناس اللي هم في مستويات مادية اقل، بيحملوهم بالكثير من المدفوعات وبالكثير من المشاكل اليومية اللي بتعكر صفو حياتهم. يعني تلاقي اللي عنده عربية مثلا في مدينة نيويورك بيعاني الأمرين عشان يركنها، ويوم ما يركنها ياخد مخالفة من هنا أو من هنا، ويوم ما يمشي بيها ياخد مخالفة، ويوم ما يتحرك ياخد مخالفة، ويوم ما يكح ياخد مخالفة. وفوق كل دوت عنده مصاريف يدفعها على حاجات كتيرة بيمشي فيها. يعني يوم ما يفكر يروح منهاتن ياخد أي بريدج، ياخد أي تانل، يلاقي نفسه بيدفع فلوس، ويدخل منهاتن يدفع فلوس تاني، ويطلع من منهاتن يدفع فلوس تالت، وهو بيكح بيدفع فلوس. وعشان يركن العربية في منهاتن ميبقاش قدامه غير ان هو يدفع في جراج مثلا مدفوع، او يوقف العربية في حتة وياخد تيكت، وممكن في دقايق تكون العربية اتشالت. وبدل ما يدفع بس تيكت يدفع فلوس كتيرة جدا، يلاقي نفسه بيدفع 500 600 دولار، وممكن توصل لأكتر من كده بكتير لأن هو ساب العربية لمدة دقايق. تلاقي الحياة كلها صعبة ومعقدة، تلاقي ان المصاريف كتيرة على الناس، وفي نفس الوقت دخلهم متوسط مثلا بيدفعوا نفس الضريبة اللي بيدفعوها الناس اللي دخلهم كبير. الأثرياء بيدفعوا نفس معدلات الضريبة. ليه كل دوت؟ طبعا في أمريكا ممنوع أي نوع من أنواع الرشاوي، فرجال الأعمال والناس اللي بتستفيد من سياسات معينة في المدينة بيدفعوا للمرشحين تبرعات كتيرة وقت الانتخابات بتاعتهم. اللي بيشوف ان هو هينجح بيدفع له تبرعات كبيرة بأرقام كبيرة. الناس ديت بتبقى أصحاب شركات كبيرة أو الناس الأثرياء بتوع المدينة، بحيث ان الشخص دوت لما ينجح يمشي بالسياسات بتاعتهم، ينفذ الخطط بتاعتهم، ينفذ الحاجات اللي تفيدهم هم شخصيا، ومش بينفذ طبعا الحاجات اللي هي ممكن تفيد اكتر الناس الكتير المقيمين في المدينة. عشان كده بتبقى فيه مشكلة. في انتخابات بعد 3 ايام يوم 24 هتبدأ التصويت المبكر بتاعها في المدينة على منصب عمدة مدينة نيويورك. في اكتر من حد مترشح، في طبعا حزبين في الموضوع، الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري. الانتخابات اللي هتفتح ديت هتبقى عشان اختيار المرشح من كل حزب. الحزب الديمقراطي فيه 2 من شخص مترشح فيه، اكتر 2 ليهم حظوظ اكبر فيها. واحد اسمه زهران معمداني، واحد تاني كان حاكم سابق لولاية نيويورك اسمه اندرو كومو. اندرو كومو كان طالع من منصبه من مشاكل وقضايا تحرش جنسي وحاجات زي كده، وهو عنده مشاكل مختلفة، وهو مدعوم بشكل كبير من الشركات الكبيرة، وبيحاولوا يدفعوا له عشان ينتصر على زهران معمداني باي شكل. زهران معمداني مش بيعتمد على الشركات الكبيره واصحاب البيزنس الكبيره، بيلم تبرعات صغيره اخرها $80 من اشخاص كتيره جدا من المدينه عشان يقدر يدخل الحمله ديت، وقدر ينجح انه يعمل دوت. لكن مين اللي هينجح؟ تصويت الناس هو اللي هيفرق في النتيجه واللي هيأثر على شكل المدينه بعد كده. زهران معمداني بيقول عايز يخلي الناس اكتر يقدروا يعيشوا ويتحملوا تكاليف الحياه في المدينه، عايز ما يخليش الايجارات تزيد في المدينه، يعمل لها فريز، وعايز يخلي الباصات مجانيه وحاجات زي كده، وعايز يجيب الفلوس ديت من خلال ان هو يرفع الضريبه على اثرياء المدينه نسبه صغيره. النسبه ديت هتغطي بالنسبه له الموضوع دوت. هل هينفذ كل وعوده الانتخابيه لو نجح ولا لا؟ اكيد ممكن ما ينفذش كله، لكن هيشتغل بشكل كبير على خدمه الناس اللي دفعت له التبرعات ديت. في الناحيه الثانيه اندرو كومو هيشتغل طبعا على خدمه الكوربريت او الشركات او اصحاب البيزنس اللي دفعوا له التبرعات. فانت صوتك هيروح لمين؟ هو ده السؤال المهم. خلينا نشوف الدنيا هتوصل لمين ومين اللي هينجح. تحياتي للجميع، لؤي العاصي من نيوجيرسي، مع السلامه.